فلان ده زي القطط بسبعة أرواح. المثل ده احنا بنقوله على أي واحد بيقع في أي مشكلة أو بيقع في أي مشاكل عموما متتالية ورا بعض، وتلاقيه في الآخر يطلع منها سليم معافى، مفيش أي مشاكل، الحمد لله على كل شيء. فنروح نقول له يا جدع ده أنت زي القطط بسبعة أرواح. هنا السؤال بقى، اشمعنى القطط بالتحديد هي اللي خدت اللقب ده؟ طبعا لو أنت هتلاحظ هنلاقي إن مفيش حيوان يستحق اللقب ده إلا القطط. احنا نلاقي القطة تطير مسافة كبيرة جدا من بيت لبيت، تقع من ارتفاع عالي جدا وتنزل على الارض بمنتهى السلاسه، لا تحس بألم ولا اي مشكله، وتكمل جري كمان للاخر. ده اللي خلى اجدادنا القدماء المصريين يستلهموا حته ان القطط بالتحديد هي اللي بسبعة ارواح. وعلى فكره لان اصلا القطه عند المصريين القدماء كان لها مكانه عاليه جدا وكانت مقدسه، عشان كده كمان هي اللي كانت بتستحق وسط الحيوانات دي كلها انها تاخد لقب سبعة ارواح.